شو كما شفتوا البنات هاد الوصفه خردينه كتحيدي لها البنات هكذا، كتحاولي تخلي الراس على جوج. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هاني كنتمنىكم تكونوا بالف خير يا رب. نتوما كتشاهدوا لا فيديو ديالي داخل المغرب وخارج المغرب البنات، وتحيه لكم ديما معكم اختكم ساره. جيت لكم البنات بول جديد بواحد الوصفه خطيره ومجربه 100% وغتعجبكم، وما كاينش بحالها، وعمري انا شفت بحالها الصراحه. تقريبا اجيو صحاباتي ويهلياتي، غتاخدي اختي واحد المجمر جديد وطلع اختي للسطح. هاد الوصفه هادي اختي كدار في السطح ان شاء الله باذن الله. وكتجيبي اختي كتمشي كتاخدي السردين وما كتوايش عليها البنات، شحال ما قالك السردين غتعطي لها وما تاخدي الصرف، وغتاخدي من داك السردين حبه ديال السردين البنات كما كتشوفوا. غتحيدي لها اختي الفيرنات بلاتي نعطيهم وحده جديده. هانتي البنات كتحيدي هاي السردينه كتحيدي لها البنات هكذا، كتحاولي تخلي الراس على جوج جوايه. هانتي كنفك السنسور بحال هكذا، ها هانتوما البنات كنجي من هنا، خليت الراس البنات شفتوا، كنجر السنسور ديالي بحال هكذا. ومني انا كنبغي ندير هاد الطريقه ان شاء الله، وانا كنذكر الله وانا كنقرا سوره الحمد، يعني راه معروفه بداك الشيء ديالها البنات. وكنجيب العرعار بحال هكذا وكنلويها البنات بحال هكذا، وربي تيجيب التيسير. هادشي اللي كاينه البنات. وطلعي اختي وخدي داك المجمر جديد، وطلعي اختي تبخري ليا العين والحسد والسحر، اي حاجه عندك ربي كيجيب بها التيسير. وقراي وانتي كديري هادشي وانتي كتقراي الحمد باش ربي كيجيب التيسير البنات. ايوا انا معاكم. كما شفتوا البنات هاد الوصفه خطيره ومجربه، وكنتمنىكم البنات تجربوها والله بالتاكيد. البنات اللي جبت لكم التتمه جبتها لكم في الدار البنات، بحكم انا كنكون في الخدمه وكنديرونجا كتير، ما كنقدرش نفسر لكم اكثر، بحكم كيكونوا عندي الكليان ما كتبغيش يعني كتحشمي شويه وكتمرقي عيبنا هذا خوتي. جيت نكمل لكم اخوتي على الوصفه هذيك السردينه كما وريتكم الطريقه ديالها. واكثريه حتى انا في تيك توك الاكثريه كيقولوا لي الا كنا مع الجيران البنات فيما درتيها، المشكل غير حيت هي كدير العجاجه كثيره، انت فيما درتيها غير حلي شراجمك وخدميها حتى في دارك، فهمتي؟ اللي ما عندوش دارو يعني كامله بسطحها ما ياخذش راحته، دير اختي في دارك من الاحسن. حيت هاد الكومونطيرات مزيانه مني لقيتها في تيك توك باش نجاوبكم عليها البنات. خوتي انا قلت لكم ماشي تاخذوا سردينه وحده عند مول الحوت، انا البنات قلت لكم تاخذوا يعني شوفي انتي باش باغا من سردين كيلو ونص كيلو اللي باغا، من هذاك الكيلو ونص كيلو غتاخدي غير وحيده وغتخدميها. وجيت لكم اخوتي انا نعطيكم ماشي ديك الليله يعني انا راه شاركتها معكم اليوم ليله الخميس، باش ان شاء الله كتوجدي ديك الحوته كتوجديها ان شاء الله الوقفه ديال الجمعه باذن الله سبحانه وتعالى، كتكوني مضيه ويعني راه شوفوا باش نتفقوا على هادشي. من بعد صلاتك والدعاء كيقول لك الله سبب لي وانا نكون معين ديالك، يعني صلي والادعيه ديالك اخوتي راه ماشي ندخلوا في الشرك الله. قراي الصوره ديالك، قراي الادعيه ديالك، صلي صلاتك والكمال على الله سبحانه وتعالى. انتي نوي في عقلك والكمال على الله سبحانه وتعالى. كدير اختي ليله الوقفه بالضبط ملي كيكون الامام كيخطب، هذيك الساعه اختي كتبخري بها وكيجيب ربي التيسير ان شاء الله باذن الله. هذه هي النقاط اخوتي اللي جيت انا نفسر لكم، الله يجازيكم بالخير. و يعني في اي بلاصه درتيها في دارك ماشي بحكم يكونوا عندك سطح، حيت بزاف ديال البنات كتبوا لي في التعاليق يقولوا لي انا اختي راني في يعني العماره كتكون مشروكه، انا اختي راني كاريه، انا بزاف د الحوايج. البنات المشكل راه ماشي في هاد
فين غديريها؟ في اي بلاصه عندك اختي، اي بلاصه لو كان يكون بيتك، هذاك البيت اللي عندك ديريها فيها اختي، ويكون مجمر جديد البنات، يكون مجمر، خليه غير التباخيره، داك المجمر خليه غير التباخير. انا خوتي انا راه هادشي مجرب، انا ما كنقولش لكم تلقاء نفسي، ولا انا كنقول لكم شي حاجه ما مجرباش البنات، انا مجرباهم البنات. راه رحمه ديال الوالدين، راه الراحه النفسيه كتحسي بها، الراحه النفسيه. وانا مازال معكم نعطيكم الوصفات، كاع البنات الوصفات اللي تندير كنشاركها معاكم. مازال البنات غنوريكم شنو لقيت في المخده ديالي، انا غنشارك معاكم، غيبقاو معايا على التواصل بيناتنا، نتوما استافدوا انا نستافد البنات. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والكومنتات، عطيوني اللايكات البنات، اللايكات اللايكات، وانا معاكم والله البنات ما نبخل عليكم بشي حاجه اللي عرفتها. وعطاوني راه شوف، راه لو كان تدخلوا عندي للتيك توك غتلقاو التعاليق البنات، دخلوا عندي للتيك توك غتلقاو التعاليق البنات مخليه لي وصفات، مخليه لي وصفات باش انا نقولها لكم، كيقولوا لي غير رحمه الوالدين. والله البنات تنبقى نشارك معكم الوصفات، راه البنات مخليه الوصفات كاملين مكتوبين، كيقولوا لي عافاك اختي ساره الا ما نقولي هاد الوصفات ديالنا. انا عليكم اخوتي غير بالوصفات، بغيتو انا اخوتي راه ما غندخلش شي حاجه ديال الشرك الله سبحانه وتعالى، انا براسي كنخاف، انا كنخاف من الله سبحانه وتعالى، وانا راه ما عنديش خاطيني داك الشيء. انا غنجيب لكم اللي هي كتريحك، تخليك على راحتك. هادشي اللي غتسالوني البنات، شي حاجه وحده اخرى لا 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 لا، خاطيني اخوتي، خليونا في منطق نريحوا راسنا ونريحوا النفسيه ديالنا ونريحوا المحيط اللي دايرين بينا. راه لابد ما كاينش شي واحد راه ما مقيوش ولا ما ماديش ولا راه كنا جارين بنا العام، راه كنا مقيوس وكنا مادين من بنو ادم، ما تجينا ما عندنا علاش نجبدو، حنا دابا كنجبدو غير الانس، راه الانس اللي كيادينا، كياديك في صحتك، في مالك، في ولادك، على والو تيحسدك، على والو لو كانت تلبسي غير شي حاجه جديده شي يحسدك عليها، راه عيبنا هذا الخوت. والله ينجينا وينجيكم من بعين بنو ادم. والله اخوت الا تقهرنا بها حاولوا اخوتي ترقيو ريوسكم، الرقيه الشرعيه لابد منها، قراءه القران، الدعاء، الاستغفار، تخرجي من دارك تترقي راسك من راسك حتى رجليك. عاوتاني ملي تبغي تنعسي اختي رقي راسك من راسك حتى رجليك، والكامل على الله سبحانه وتعالى. حتى واحد اخوتي ما مخطئ من العاص، ما معصوم من الخطا، راه كل بنو ادم خطاؤون وكلهم يعني راه توابون، يعني راه ما كنتوبوا الله سبحانه وتعالى. خوتي ما خطا دوك المشرك الله ياخذ فيهم الحق اللي ما كيخافوش الله. يلا خوت ما نطولش عليكم، وان شاء الله نتمنى يكون الفيديو عجبكم، عطيوني نعطيكم اخوتي، الله يجزيكم بالخير.